بصوا الضوافر تحس ان هي بتلمع زين بعد ما عملناها بايدين. تعمل ايه بقى في الرجلين بقى لو اتعملت؟ تعمل ايه؟ عامله زي ديكي بقى، تبقى بيضه فله كده شبه منوره. والرجلين هي الطريقه دي للرجلين، بس احنا جربناها على الايد عشان نشوف النتيجه، طبعا مش هنعرف نصور الرجل فجربناها على الايد. دي بتخلي الرجلين بقى منوره كده وبيضه ومفيهاش تشققات. ازيكم يا حبايبي؟ زي ما عودتكم بقى بعمل لكم بقى ماسكات علشان ايه تفيدكم. فالنهارده بقى هنعمل ماسك هعمله للرجل، هو للرجل اصلا، بس عايزين برضو تعملوه للايد اعملوه، بس هو اساسا للرجل، بس هنعملوه على الايدين كاننا بنعمل على الرجل يبقى، عشان مش هنعرف نصور الرجل طبعا. فايه قلنا ايه نجربها على الايد. يلا بينا نبدا الماسك. معلقه من الملح. طبعا قبل ما تعملوا الطريقه دي بتكون حاطين رجليكم في ميه سخنه بشويه ملح، شويه خل برضو على الميه عشان الرجل تبقى طريه واي قشر فيها هيطلع بسهوله. وكعب الرجل بالذات، في رجل بتبقى مشققه كده تبقى طريه وتطلع الماسك يعرف يعمل نتيجه مفعوله معاها بسرعه. معانا هنا معلقه ملح زي ما قلت لكم. يبقى هنعمل الاول نحط الرجل في ميه سخنه بملح بشويه خل، مش سخنه جامد يعني، بتغلي ميه دافيه كده حلوه تستحمليها. وهنحط بقى معلقه من القهوه وشويه صغيرين من زيت الزيتون كده عشان ايه الرجل تبقى طريه وناعمه. اهي شويه زيت كده صغيرين. ومعانا شويه من الخل. وهنا معانا معلقه من البيكنج باودر ومعلقه من الخل، يعني شويه الخل اللي انا حطيتهم دولت يجوا معلقه. ومعانا هنا نص ليمونه. بص الفوران. ودعوه حلوه بقى كده منكم في التعليق، واهم حاجه ان انتوا تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ماشي، انا نفسي اشوف كده تعليقاتكم الجميله، ولما تجربوا الوصفات برضو تقولوا لي ايه رايكم في طريقه الوصفات اللي انا بعملها. طبعا انا عملت لكم اكتر من ماسك وماسكات جميله جدا هتفيدكم، هتلاقوها موجوده على القناه. الناس اللي المشتركه وبتتابعنا هي اللي شافت طريقه الماسكات دي جميله جدا ومفعولها سريع. عملنا لشد البشره وعملنا للتفتيح الايه الفوري. ووريتكم زي ما شفتوا كده في الفيديو في التجربه الايدين فتحت الزين بسرعه. وهخلي لكم برضو في اخر الفيديو هتلاقوا الفيديوهات ديت، لو تابعتوا لحد اخر الفيديو هتلاقوها موجوده على الشاشه، هتضغطوا عليها هتفتح معاكم على طول. المفروض ان هي بتتعمل على الرجل بالطريقه دي، بس احنا هنعملها على الايد بس زي ما قلت لكم عشان مش هنعرف نصور ايه الرجل. انا اول مره اجربها على الايد، بس يمكن تفتح الايد بقى وتخلي الايد شكلها حلو. هنشوف التجربه معاكم بعد ما نخلص هتدينا نتيجه عامله ازاي. بس طبعا الايد ما حطيناش في ميه سخنه الاول. ومعانا بقى بكره من الاسترتش ديت اللي هنغلف بيها الايدين او الرجل. لازم بعد الطريقه دي تتغلف وتقعد كده في متغلفه لمده نص ساعه. تجربة هنشوفها معاكم دلوقتي. بعد نص ساعة ما سيبناها نمسح بقى كده من على ايديها وتروح تغسل ايديها كويس، ونشوف بقى بعد ما تغسل ايديها من الايد التانية عاملة ازاي.
يلا روحي اغسلي ايديكي. شوفوا لي بقى انتوا، قولوا لي بقى في فرق ولا لا ما بين الايدين. شوفوا دي من دي، بصوا اقرب لكم اهو. شوفوا دي، شوفوا الفرق ما بين دي بقى. نقعناش كمان في ميه سخنه، لو كنا نقعناها في ميه سخنه في الاول كانت هتعمل فرق كبير. بصوا شوفوا الضوافر، تحس ان هي بتلمع زين بعد ما عملناها الايدين. تعمل ايه بقى في الرجلين بقى لو اتعملت، تعمل ايه؟ لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله في القناه. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي.